هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حاجة بسيطة وحاجة رخيصة وهتوفر عليك ياما. مش شرط عشان تشتغل صح تصرف كتير، احنا عايزين نصرف قليل عشان خاطر آخر الدورة ربنا يرضينا. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الجير الماضي. تعالى كده، دي شكارة جير اهو. الشكارة ديت ب 30 جنيه او ب 35 جنيه، حاجه ما تذكرش اصلا. ده اسمه هيدروكسيد الكالسيوم، اللي هو ايه؟ اللي هو الجير ده. طب فوائده ايه، او هيشتغل معايا في ايه، او انا هستخدمه ازاي، او انا هعمل بيه ايه في الحظيره بتاعتي؟ في الاول خليني اعرفكم بنفسي. معاكم اخوكم اسلام عبد الرؤوف، مربي. ولو انت اول مره تشوفنا اشترك في القناه، ولو انت مشترك ما تنساش تدعمنا بلايك. في الاول كده الجير ده فايدته ايه، او انا هرشه في الارضيه ليه، او انا هعمل بيه ايه؟ انا هرشه، او انا هستفاد ايه لما ارشه؟ لما ارشه طبعا انا هاخد، هيقتل لي البكتيريا وهيقتل لي الجراثيم، والحاجه اللي انا كمان هستفاد بيها اكتر اللي هو هيضيع لي ريحه الامونيا من المكان. لان الروث والسباخ بتاع الحيوان اللي في المكان طبعا بيطلع ريحه امونيا وبيطلع غازات، فالغازات دي كلها والحاجه دي كلها لما انا ارشه في المكان هينضفه لي ويطهر لي المكان. طب انا الجير ده ممكن هرشه فين؟ يعني لو جه على البهايم او جه هنا او جه هنا. انا دلوقتي هرشه مع حضراتكم. الارضيه يشتغل فيها عادي، في الطوايل عادي، لو بين الشقوق في الحيطان كده، هنا برضو، هنا وهنا وهنا، ده كله عادي. ترشوا فيه وتعملوا فيه، يبقى احسن ويبقى افضل عشان خاطر الجراثيم والبكتيريا والميكروبات، وينظف معايا ريحه المكان وريحه الامونيا اللي بتبقى طالعه في المكان. طب هل الجير ده انا ممكن استخدمه في الميه؟ طبعا ممكن استخدمه في الميه، بس استخدمه بكميات قليله في الميه، ما احطش كتير. ويفضل اللي انت ايه، لو حضرتك ما تعرفش هتستخدم قد ايه او تعمل ايه، تستشير طبيب، عشان خاطر ممكن يهيج معاك كرش الحيوان لو انت استخدمته غلط او انت استخدمته بكميات كتير. طب فايدته ايه في الميه؟ فايدته في الميه اللي هو هينقي لي الميه من الشوائب، هيظبط لي حموضه البي اتش بتاع الميه، لو الميه الحموضه بتاعتها عاليه، لو الميه فيها معادن او فيها حاجات كتير او فيها حاجات ما هيكسر لي المعادن والحاجات دي كلها، وهناخد انا فايده الميه بس والحاجه الميه الصح. وانا دلوقتي هرش مع حضراتكم ان شاء الله وهوريكم عملي معانا احنا بنعمله ازاي. دي الشكاره هي قلنا سعرها ما يتعداش 30 جنيه. هنفتحها مع بعض. طبعا ده يا جماعه الجير اهو، بس المهم يكون مطفي، يكون جير مطفي، ما يكونش جير حي. لو حضرتك جبت جير حي او رشيت جير حي هيموت البهايم، لازم يكون جير مطفي. طب هستخدمه ازاي؟ عادي، ممكن بايدك او تعفره، ممكن ترشه كده تعفره. طب انا بستخدمه ازاي؟ الحل الاحسن ده منخل بتاع خبيز بتاع عيش بتاع رده زي اللي موجود عند حضرتك. انا حاملها اهو عشان اعرف اوزع بس. طب انا بستخدم ده ليه؟ عشان اعرف اوزع في كل مكان المنخل ده. طب هستخدمه ازاي؟ هرش ازاي؟ اهو، قرب معايا كده اهو، ده اهو، ادي المكان عندي كله، كل مكان، شايفين؟ دي الطوايل اهي، طبعا الطوايل اهي معايا برضه. طبعا حضرتك هترش الطواله او الزريبه بتاعتك او المكان كله، مش هياخد حاجه. يعني لو انت معاك الشكاره طبعا هترش معاك كميه كتير، هترش معاك، هتغرق معاك المكان كله. طبعا الشويه اللي خشنين في الاخر دولت هيفضل شويه خشنين دولت برضو ايه اهو، كله هيترش، كله هينزل. طب هل هو في ضرر منه على الحيوان، او هو هيضر لي الحيوان او يعمل لي حاجه للحيوان؟
ولا اي حاجه، الحيوانات هترقد عليه ولا هيضرها ولا يعمل لها اي حاجه. وهينظف معايا المكان لو في حشرات، لو في ناموس، لو في دبان. المهم في الاخر عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو، هقفل وانا هكمل. اشتغل صح وبأقل الامكانيات. مش لازم تصرف فلوس كتير عشان خاطر تبقى بتشتغل صح. اصل هي معادله، انا جايب الحاجه بكام وهوكلها بكام وهبيعها بكام. فانا مش لازم اصرف فلوس كتير. تشتغل صح، تشتغل بدماغك، دي حاجه بسيطه. هتريح الشكاره ب 30 جنيه زي ما قلنا او 35 جنيه، هتريحني من كوكسيديا، هتريحني من كوليستيريديا، هتريحني من بكتيريا، هتريحني من فيروسات، هتريحني من فطريات، هتريحني من حاجات لا حصر لها. هتعب، هاخد حاجه وانا برشها؟ مش هاخد حاجه. في الاخر ربنا يصلح حالنا وحالكم، وربنا يصلح حال كل الناس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو محتاج اي استفسار او اي معلومه او اي حاجه انا تحت امرك. السلام عليكم.